السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا سيد احمد؟ الحمد لله. انا عاوز اعرف منك ازاي اكون فريك في مجالي. فريك؟ وانت فاهم يعني ايه فريك؟ سمعتها في فيديو على اليوتيوب. فريك يا احمد يعني متميز في مجاله، يعني دايما بيدور على المختلف، يعني بيدور ان هو يكون في حتة لوحده. بحط فنجان القهوة واشرح لك ازاي. يعني افهم من كده ان انت عايز تكون متميز في المجال اللي انت شغال فيه. طبعا عاوز اكون متميز. برافو عليك، عقلية ممتازة. انا هديك شوية خطوات او شوية ستيبس تمشي عليهم، وان شاء الله تتطور في المجال اللي انت شغال فيه. اي مجال انت شغال فيه، طبيب، مدرس، مهندس. اوكي. روح بقى هات كراسة وقلم ودون ورايا اللي انا هقوله لك ده. كراسة وقلم. اول حاجة يا احمد، ربنا ادى لكل شخص حاجة بتميزه عن غيره، بس الفرق ما بين كل واحد والتاني ان في واحد بيكتشفها في نفسه والتاني ما بيكتشفهاش. يبقى انت اكيد في حاجة بتميزك، مهارة، فكرة، شيء انت الوحيد المتفرد بيه، ولو انت اكتشفته في نفسك ان شاء الله هتثبت تميز على غيرك في النقطة دي. فلازم تفتش في نفسك عن المهارة او الافكار الابداعية اللي موجودة هنا. يعني التميز معناه انني ما اتبعش المألوف؟ ايوه بالظبط كده. لازم تدور على نقط التميز اللي بتميزك عن غيرك، نقط ضعف غيرك ايه وتقويها في نفسك، او النقط اللي انت حاسس انت موهوب فيها اكتر في مجالك وتعليها وتنميها. وخليك فاكر ان التحدي مطلوب، يعني الطريق صعب مش سهل، مش بين يوم وليله ان انت هتثبت تميز على غيرك او تميز على نفسك السنه اللي فاتت. لازم يكون عندك روح التحدي. النقطه الثانيه، لازم تكون عندك تعطش للمعرفه، يعني بتعرف كل حاجه تخص مجالك، دايما تكون اب تو ديت. يعني انا كده لازم احسن من نفسي دايما. ايوه بالظبط كده. دايما خليك منفتح على الجديد، منفتح على كل معلومه جديده في مجالك. النقطه الثالثه، لازم تكون عندك الشجاعه وروح المغامره. طب ما انا كده اخاف افشل. مش مشكله، الفشل هو جزء من عمليه النجاح. احنا لازم نتعلم من اخطائنا عشان نتفاداها في المستقبل. فالخطا شيء وارد وده طبيعه بشريه. نتعلم من الاخطاء. Learn from your mistakes. خد من الفشل فرصة للنمو والتقدم في مجالك، وما تيأس وما تحبطش. النقطة اللي بعد كده، كون شبكة علاقات قوية في مجالك. اعرف الناس المتميزة في مجالك، سواء على اليوتيوب أو على منصات التواصل أو في الحياة الواقعية. اعرفهم وتابعهم واستفيد منهم، ولو في فرصة لحضور مؤتمر أو ندوة ما تترددش ودون ملاحظاتك واعرف هم متميزين في ايه. فهمت، يعني كل ده عشان اتعلم منهم. ايوه طبعا لازم تتعلم منهم. احنا لازم نوفر المشوار، ما نبداش تاني من الصفر، ناخد خبرته ونضيفها على اللي عندنا، وهكذا وهكذا وهكذا. فالعلم تراكمي، وبكده نوصل للطبقة المتميزة. ايوه برافو عليك. انت كده اثبتت لي ان انت ما بتفهمش. لأن التعاون وتبادل الأفكار بيفجر طاقات الإبداع في عقلك، وبيفتح ذهنك، وبيخليك قادر على إنك تخرج أفكار جديدة ومعلومات جديدة، وتسد ثغرات وحلول جديدة في المجال اللي أنت عايشه. فبالتفكير والإبداع والتعلم من الغير إحنا بيجيلنا الحل. ليه؟ لأننا اجتهدنا، فمرة في التانية في التالتة بنوصل للحل المثالي. فاهم حاجة؟ فاهم كتير. كل ده معناه how to be a freak in your field. freak يعني شخص مهووس، مختلف، متعطش نوبة الأفضل، بحيث إن هو يسيب بصمة تؤثر في الناس بعد ما ماتوا، تبقى صدقة جارية وعلم نافع ينتفع به الناس. يعني أنا كده لازم أغير من نفسي. طبعا لازم تغير من نفسك وتطور من نفسك وتحسن من إمكانياتك ومهاراتك، وتجتهد ان انت تكتشف ايه الحاجات المخزونه اللي ربنا اداها لك. كل انسان زي ما قلت لك في اول الفيديو عنده شويه مهارات او امكانيات جباره جواه، ربنا وضعها جواه. الله عادل، ما فرقش بين حد والتاني،
كلنا عندنا نفس المستوى من الامكانيات، بس انت عارف نقطه وزميلك عارف نقطه تانية، فانت لازم تدور على النقطه اللي انت متميز فيها وتنميها وتراعيها عشان تظهر وتفيد الناس وتفيد نفسك فيما بعد. انا دلوقتي متحمس ان انا اطلع من منطقة الراحة. ايوه لازم تطلع من منطقه الراحه لمنطقه التعب والمجهود، وتبذل وقت وتبذل مجهود من اجل ان انت توصل لهدفك. بالتوفيق ليك في رحلتك، وان شاء الله خير باذن الله تعالى. يلا نروح بقى ايه، نخرج من منطقه الراحه. اوه، مش هتطلع من منطقه الراحه؟ يلا. خلينا رجعنا من منطقه الراحه تاني. سلام.